إنها مدينة بلدوين، واحدة من أكثر المدن الصومالية توترا، وكانت منذ سنوات مسرحا للصراعات بين أطراف مختلفة صومالية وإقليمية، غير أن الصورة تختلف عما قبلها اليوم. المدينة تبدو وقد استعادت شيئا من هدوئها المفتقد، وتحسنت الظروف الأمنية فيها، وهو ما يرجعه السكان إلى انسحاب القوات الأثيوبية من داخل المدينة وحلول الجيبوتية التي تعمل تحت مظلة القوات الإفريقية محلها. مرت المدينة في السنوات الماضية لا سيما في عهد أمراء الحرب والقوات الإثيوبية بمشاكل كثيرة، ونشعر الآن بتغير الأوضاع الأمنية في المدينة وتحسنها منذ أن تسلمت بعثة الاتحاد الإفريقي الممثلة بالقوات الجيبوتية مهمة حفظ السلام في المنطقة. مهمة تنتهج القوات الجيبوتية لتحقيقها استراتيجية تدريب الميليشيات القبلية التي كانت جزءا من الصراع الدائري في المدينة، لدمجها في القوات الصومالية التي يجري تأهيلها عسكريا للمشاركة في تحقيق الاستقرار لهذه المنطقة. أعطينا الأولوية لإنشاء قوات صومالية من خلال جمع الميليشيات القبلية التي كثيرا ما كانت تتقاتل لتوعيتهم وتدريبهم، إذ تم تأهيل بعضهم ليصبحوا من القوات النظامية، بينما يتلقى الآن بضع مئات منهم تدريبات مختلفة. وعلى الرغم من وجود 1000 جندي جيبوتي مدعومين بقوات أثيوبية كبيرة في المدينة ومشارفها، ما يزال القلق قائما بسبب عمليات الكر والفر التي يشنها مقاتل حركة شباب المجاهدين على مواقع القوات الإفريقية. نحن سعداء بتحسن الظروف الأمنية منذ أن جاءت القوات الجيبوتية، لكننا قلقون من المواجهات المسلحة التي تدور أحيانا بينهم وبين حركة الشباب، لكن أملنا كبير في التغلب على كل هذا نهائيا. أهو هدوء يسبق عاصفة، أم إن القوات الجيبوتية نجحت فيما أخفق فيه آخرون من تهدئة التوتر والمخاوف الأمنية عند سكان منطقة أنهكتها سنوات من الحروب؟ عمر محمود، الجزيرة، مقدشو.